السلام عليكم اخواتي واحبابي في الله. قبل ما ابدا فيلم النهارده يا ريت ما ننساش ندعي لاخواتنا المسلمين في فلسطين. بتمنى من كل واحد شاف الفيديو ده ينزل يكتب في الكومنتات تحت صبرك صبرك يا فلسطين، بكره 100 مليون جايين. ما تنساش توحد الله وتصلي على النبي. ويلا بينا ندخل في أحداث فيلم النهاردة اللي بتبدأ مع أخين، واحد اسمه بيدرو والتاني اسمه جيمي. بيكونوا عايشين في نفس البيت مع بعض، وفي يوم بيسمعوا صوت جاي من الغابة. بيدرو بياخد سلاحه وأخوه بيروح معاه علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل. لما بيدخلوا الغابة ومع طلوع النهار بيوصلوا على المكان اللي بيلاقوا فيه شخص ميت مقطوع نصين. بيكونوا لسه محتارين هل يبلغوا صاحب المزرعة ولا الشرطة، وبالصدفة بيلاقوا أدوات زي منظار وخريطة للشخص الميت، وكان معلم فيها على بيت بتمتلكه واحدة اسمها ماريا. وهم على طول لما بيروحوا لبيتها بيلاقوا الكلاب بتنبح عليها بطريقة غريبة. بعد كده بيحكوا لها على الشخص اللي لقوه ميت في الغابة. ماريا هنا بتخاف وبتتوتر جدا وبتقول لهم انها مستنياه من فترة بعيدة وعارفة ان هو جاي لها. ماريا بيكون عندها ابن اسمه اوريل ده بقى واحد عايش على السرير بقاله سنين وكل جسمه منفوخ بطريقة غريبة جدا. ماريا بتكلمهم بتقول لهم ان هي شايفة ان اللي ابنها فيه ده من روح شريرة او شيطان. جيمي وبيدرو هنا بيكونوا مصدومين جدا من حالته، وبتقول لهم ان الشخص اللي مات في الغابة ده كان بيجي علشان يعالج ابنها، بس للأسف الروح الشريرة وصلت له بسرعة قبل ما يجي. بيدرو بعدها بقى بيروح على اسم الشرطة علشان يبلغ باللي حصل، وبعد ما يحكي لهم مش بيكونوا مصدقينه. ولما بيكمل كلامه للظابط على ماريا وابنها اوريل مش بيهتموا باللي بيقوله، والظابط بيقول له ان في حالات زي كده كتير بتجيلهم يوميا في وزارة الصحة. وفي المشهد اللي بعده عزيزي بيروحوا لصاحب الارض، شخص اسمه رويز. بيكون مش متفاجئ خالص باللي حصل وبين عليه مجنون وتصرفاته غريبة جدا. بالليل بقى الشخص المجنون ده بيطلع بندقيته. بعد كده بيروح على بيت ماريا لانه بيكون عايز يقتل ابنها. بيتفاجئ بشكل اوريل وبيفضل يقول ان هو حتى لو قتله هتفضل الروح الشريرة موجودة. اوريل بعدها بيقعد يشتمه وبيقول له انه حتى لو قتله الروح الشريرة دي هتتجسد في الجنين اللي في بطن مراته. ساعتها رويز بيتردد طبعا وبيخاف وبيتراجع. لما بيروح البيت بيكون منهار، ومراته هنا بتتصل ببيدرو وجيمي علشان يجوا يشوفوه، لانه من ساعة ما رجع وهو قاعد في عربيته ومش عايز يكلم حد. هم بقى لما بيجوا بيسألوه لو كان عمل اي حاجة متهورة، فبيقول لهم ان هو كان بيحاول يقتل اويل ويتخلص من الروح الشريرة اللي موجودة فيه. المهم بعدها بيروحوا البيت اوريل، بيحاولوا يشيلوه لكن بيكون تقيل جدا. لما بيقع على الارض بتظهر علبة فيها رصاص، وجيمي هنا بيقرر ياخد رصاصة. بعدها بيجمعوا قوتهم ويشيلوه وبيطلعوا بيه بره البيت. بيحطوه بعدها في العربية وبيطلعوا بيه بعيد عن بيته. في الطريق بقى بيظهر طفل صغير، رويز هنا بيتفاداه بمعجزة. بعدها بيكملوا طريقهم على مكان بعيد جدا يقدروا يتخلصوا فيه من اوريل. المشكلة بقى يا عزيزي انهم لما بينزلوا مش بيلاقوه. بيدرو هنا بيخمن بيقول لهم ان هو اكيد يعني وقع لما كانوا بيتفادوا الطفل الصغير في طريقهم. رويز بيقترح انهم خلاص يسيبوه وانهم خلاص كده بقوا في امان، لكن جيمي هنا بيكون عنده رأي تاني بس بيوافق مؤقتا على كلام رويز. بعدها كل واحد بيرجع بيته علشان يكمل حياته بشكل طبيعي. تاني يوم بقى مرات رويز بتناديه وبتقوله ان هي حاسة بحاجة غريبة في جدي من المزرعة. رويز بياخد بندقيته وبيروح وبيوجه البندقية ويضرب ضربة في السماء. طبعا كل الخرفان بتتحرك الى الجدي اللي شاورت عليه مراته. الغريب بقى انه لما بيرفع عليه البندقية الجدي مش بيخاف، هو بيقعد يقرب اكتر على رويز. مراته هنا على طول بتيجي تقوله ان هو ما يقتلوش، لكن الرصاصة بتطلع من سلاح رويز وتموته على طول. أول ما يموت مراته فجأة بتكون مش في كامل وعيها، وبتضرب رويز بساطور في دماغه علشان يقع على الأرض ميت بعدها، وبتفضل برضه تضرب نفسها هي كمان لحد ما تموت. نرجع لبدر وجيمي هنا اللي بيجيلهم ابن ماريا الصغير وبيقول لهم إن مامته مش لاقيها، وبيقول لهم كمان إن رويز ومراته ماتوا وإنهم غلطانين لما خدوا أوريل من البيت. الولد بقى بيكون خايف فبيطلب منهم إنه ينام معاهم، لكن بدر مش بيوافق لأنه ممكن تكون روح شريرة مستحوذة عليه هي كمان زي أخوه. فبيقوله بعدها إنه يقدر ينام في الكوخ ده وبكرة يقدر يمشي. لما بيروح على الكوخ بيكونوا هم مراقبينه. جيمي بيقول لبدرو إن الولد ده فيه حاجة غريبة وأكيد بيكذب، لأن مستحيل أمه تسيبه ويمشي بعيد عنها. تاني يوم يا عزيزي بدرو بقى بيروح علشان يزور أطفاله، لكن جوز طليقته مش بيرضى يدخله أصلا. هو بيقول له إن مراته منبهة عليه إنه يبعد وما يقربش منها ولا من عيالها، لكن بدرو بقى بيزق الباب وبيدخل وبيقلع كمان كل هدومه وهو بينده على عياله، وبيقعد يقول لهم إنهم لازم يمشوا لأن في روح شريرة هنا في مدينة القرية. طليقته طبعا بتقول له إيه التخاريف دي وإيه اللي أنت بتعمله ده بالظبط. هي طبعا بتكون فاكرة إنه بيعمل كل ده علشان ياخد الأطفال. المهم لما ابنه بيجي بيلعبوا جوه البيت، ومرة واحدة هنا الكلب بيهجم على بيتي بنته وبيجرها
بره البيت، وهم كمان بيطلعوا يجروا وراه. بس يا عزيزي في لحظة بيكون اختفى في الشارع ومالوش اي اثر، ومش عارفين هو مشي من انهي اتجاه اصلا. لما بيرجع ليو بياخد بندقية من البيت، وبيدرو هنا بيحاول يمنعه انه يقتل الكلب. بعدها ليو بيطلع يجري يدور على الكلب بعربيته. بيدرو بقى هنا بيشوف عربية ليو، بيعرف بقى ان ليو لقى الكلب وقتله بالبندقية. بيدرو بقى بيكون حاسس ان في حاجات غريبة هتحصل بعد كده، فبيقرر يروح يقنع مراته انه ياخد الاولاد وابنه الكبير فامبير لان عنده مرض التوحد. وبيقرر كمان يروح ياخد امه اللي بتكون مستغربة جدا وبتسأله هو ليه مجمعها مع الاولاد. جيمي بيقول لها انهم هيبعدوا عن الشر لان في روح شريرة هنا في المكان بتطاردهم. امه بتقوله ان في 7 قواعد تقدر تبعد بيهم عن الارواح الشريرة. اول حاجة انك ما تاخدش حاجة خاصة بيهم، تاني حاجة ما تحاولش تأذيهم او تدخل العالم بتاعهم، تالت حاجة ما تتعاملوش مع الحيوانات الفترة دي، وكمان في قاعدة مهمة انك ما ينفعش تنادي على الشيطان باسمه، وكمان ما تقعدش تفكر فيه كتير. امه بقى بتقول القاعدة الاخيرة ان ما ينفعش ننهي حياة شيطان لانه هيظهر تاني بصورة اقوى زي ما ليو كده قتل الكلب يا عزيزي. بيدرو لما بيسمع الكلام ده بيتضايق، فبيقرر ينزل علشان يجيب حلويات للاولاد. في الوقت ده صابرينا تلاته بتكلم مامته، لما بيرد عليها بتقعد تشتمه وبتقوله ان هي عايزه اللوكيشن علشان تيجي تاخد الاولاد. بيدرو بيتعصب عليها وبيكسر التليفون وبيقعد يعيط بعدها. لما اخو جيمي بيجي يساله عن اللي حصل، بيدرو بيقوله ان الشر عارف طريقنا وان اللي كنت بكلمها مش صابرينا. بعدها بيروحوا لصديقه. بالليل بقى لما الاولاد تنام بيخرج بيدرو ومعاه ابنه فامبير، وهم قاعدين في العربيه بيوريه الصوره اللي بيحبها وبتحسسه بالاطمئنان، وهي عباره عن ناس متجمعه واقفه جنب الشمس. بعد كده بيقفلها علشان يناموا، لكن هنا عزيزي بتظهر ايد شخص على الازاز بتاع فامبير، بتكون بقى مامته صابرينا، وهو بيقعد بعدها يطلع صوت. بعد كده بتروح على مامة بيدرو اللي لما تشوفها بتكون فرحانه جدا ان هي وصلت له، بس لما تشوف وشها بتتصدم. جيمي هنا بيروح يصحي اخوه بيدرو من العربيه لانه سمع شويه اصوات وحس ان في حاجه غريبه. بعدها بيدرو بيلاقي طليقته بتنط بالولد من البلكونه، هم فورا بيطلعوا يجروا وراها لكنها بتكون اختفت زي البرق. لما بيرجع على العربيه بيلاقي عليها اثار دم، لكن فامبير بيكون كويس وبخير. جيمي صديقتهم صاحبه البيت بقى بتصحى، لما بتشوف فامبير بتقول لهم ان في روح شريره مستحوذه على ابنه. بعدها بتطلب من بيدرو جيمي يسيبوا فامبير ويجوا علشان عايزاهم، وبتقول لهم ان طول ما انتوا قريبين من الشيطان هيلعب في عقولكم. بيدرو هنا بيعيط على ابنه سانتياغو وبيبقى عايز يطلع يدور عليه، لكن جيمي هنا بتقول له انه مش هيقدر والوقت خلاص فات، والاهم انهم يدوروا على الشخص الاول اللي لقى الروح دي. الشخص ده بيكون اوريل ابن الست ماريا، وبترجع تقول لهم ان مش شرط يكون ظاهر جسديا في شكل اوريل ولازم يقتلوه في اسرع وقت ممكن. بعدها جيمي بتشتمهم لان باين عليهم مش فاهمين وواقفين مش بيعملوا اي حاجه. المهم بعدها بيدرو بياخد عربيته وبيطلع على المدينه. جيمي مش بتكون مستريحه فبتطلع مع بيدرو في عربيته، وبتخلي جيمي يطلع وراهم في عربيه تانية، وبتبدا تحكي له زمان مع بدايه لعنه الروح اكتشفت هي وجوزها زمان شخص ممسوس، وساعتها الناس ما صدقوش غير لما نقل الروح الشريره دي لاسرته وكمان كل اللي حواليه. في الوقت ده كان في جماعه اسمها كوبرا، ودي عباره عن نساء راهبات بيدوا دروس عن طرد الارواح الشريره، وبتقول لهم ان هي اتعلمت واشتغلت معاهم لمده 22 سنه. بعد كده هربت لان الارواح الشريره انتشرت في المدينه كلها. نرجع لمامة بيدرو اللي بتلاقي فامبير واقف وبيمشي وبيتكلم، بيقول لها ان هي تحضر الاكل علشان جعان. الست العجوزه دي بقى هنا يعني بتتجمد مكانها من الصدمه. وجيمي هنا وهو ماشي في طريق الغابه بيشوف صابرينا على الطريق وهي بتاكل في ابنها سانتياغو، بيتضايق جدا فبيجري بالعربيه يخبطها. وبيدرو هنا بيوصل على الحدود بتاعه المدينه لكنه بيتفاجئ ان الانوار معظمها مقطوعه. جيمي هنا بتقوله على مكان مدرسه ممكن يكون فيها هناك لانه بيحب الاطفال وبيسيطر عليها بسرعه. لما بيدخلوا بقى بيتفاجئوا ان في طلاب قاعدين مش بيتحركوا من اماكنهم وكانهم كده قاعدين في حصه من حصص المدرسه. جيمي بتنبه بيدرو انه ما يتكلمش، وبتروح بعدها تسال الاطفال عن اوريل لكنهم مش بيردوا عليها. بيكون هنا في طفله بتقعد تعيط وكأن في روح مسيطره عليها، وبيكون في طفله تانية بتطلع ماده بيضه من بقها. وبيدرو هنا بيشوف نفس الطفل اللي كانوا يخبطوه في اول الفيلم مع اوريل. لما بيسالوا عليه مش بيرد عليه في الاول وبيدخل
بيركن العجلة بتاعته جوه المدرسة. بعدها بيعرفوا انه في بيت المعلم كورتيز عند تقاطع الشارع اللي بعد ده. بيدرو بيكون عايز يروح على طول هناك، لكن جيميلي بتحذره وبتقوله ان هم لازم يكونوا حذرين. بعدها بتطلع البنت اللي بتعيط وبتقول لهم انه زميلها كدب عليهم. بيدرو بيكون غضبان جدا وبينزل يخنقها علشان بيبقى عايز يعرف الحقيقة، لكن جيميلي بتقوله ان اوريل مش بعيد عن هنا، علشان كده بيبعت لهم اتباعه علشان يضللوهم. لما بيدخلوا مبنى المدرسة تاني بتظهر جثث تانية. جيميلي بتقول لبيدرو انه يروح يجيب الادوات بتاعتها من العربية، وبتقوله ياخد وقته وما يجريش ولا يخاف. بيطلع بيدرو على العربية والتلاميذ واقفة. بيتكلم واحدة هنا جيميلي وبتفضل تخوفها وبتقول لها ان روح الشريرة موجودة وخلصت على كل المدرسين والدور اللي جاي عليهم. بيدرو هنا بيدخل وهو سمع صريخ البنت. بعدها جيميلي بتركب ادواتها وبيدرو بيقرب جثة الشخص اللي لقوها. جيميلي بعدها بتقوله انه يدور على جثة اوريل في باقي الجثث، وبتنبه عليه انه يحافظ على تركيزه وما يسمعش لاي اصوات تكلمه، وساعتها تقدر تقضي عليه بالسكين المبارك ده. المهم لما بيلاقيه بيبقى مش عارف يطلعه من تحت خشب المسرح، وجيميلي اصلا بتكون هي عايزه تطلعه علشان تدخل السكينه بطريقه معينه في مكان معين. انا لحد دلوقتي مش عارف فين المكان المعين ده عزيز. وبيدرو هنا بيروح يدور على اي حاجه يكسر بيها ارضيه الخشب بتاعه المسرح، وجيميلي هنا بقى بتقول له ان دي لعبه من الشيطان علشان يعرف يفرقنا ويستفرد بيها ويسيطر عليها، فبتنبه عليه انه يفضل معاه. لكن بيدرو مش بيسمع الكلام، واول ما يتحرك علشان يدور عليه بيتقفل الباب عليه. لما بينفصلوا عن بعض الاطفال هنا بتتجمع عليها وبتفضل تضربها، وبيدرو هنا بيبقى سامع صوت صريخ وبس. ولما بيحاول يلاقي اي مكان يخرج منه بيطلع يلاقي راس اوريل طالعه وبيشاور له على منظار في الارض، فبياخدوا بيدرو وبيضربوا بيه بكل غضب لحد ما يموت. ومره واحده بيظهر طفل من جثه اوريل، وبكده بيقدر الشيطان يتنقل في شخص تاني جديد، والسبب المره دي بيدرو اللي خلاص يئس. ولما بيرجع على البيت بيلاقي اخوه بيستقبله وبيقول له خبر وفاة امه. طبعا بيحزن جدا، وبكده ما بيكونش فاضل غير ابنه المعاق فابجير اللي وهو بياكله فجاه بيحصل له حاله اختناق. ولما بيجي بيدرو يساعده بيطلع شعر من بقه ومعها كمان السلسله بتاعت امه، فبيعرف ان ابنه فابجير اكل جسم امه. بعدها بيطلع بيدرو من البيت وهو منهار لانه خسر كل حاجه، وبقى حاسس ان هو السبب انه نقل الارواح الشريره دي لعيلته بسبب خوفه. ده غير كمان اخوه اللي قتل صوفيا طليقته، وبكده الارواح هتنتقل ليهم وتسيطر عليهم علشان تنتقم. لو انت لسه هنا معايا احب ابلغك ان الفيلم خلص، بس الافلام لسه ما خلصتش، واشوفكم الفيلم الجاي على خير ان شاء الله. كلمة اخيرة، لو عجبك الفيلم ده ما تنساش تضغط لايك واشتراك وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.